ست أرد أقرأ لك. في سير أعلام النبلاء قول يقول بأن وكان البخاري يرى بنقل الحديث ناقصا أو بالمعنى وكان مسلم يعيب عليه ذلك. حتى في قراءاتي كنت أقارن المسلم بالبخاري دائما دائما سير دائما. أعلام النبلاء. أحسنتي. بس أنا أرد أقرأ مو هذا الموضوع. اسمعي. قال ابن عباس واعلم، هذا منه كلام الكشميري شارح صحيح البخاري، واعلم أن في التحريف 3 مذاهب. ذهب جماعة إلى أن التحريف في الكتب السماوية قد وقع بكل نحو في اللفظ والمعنى جميعا، وهو الذي مال إليه ابن حزم. وذهب جماعة إلى أن التحريف قليل، ولعل الحافظ ابن تيمية جنح إليه. وذهب جماعة إلى إنكار التحريف اللفظي يعني تغيير بكلمات القرآن رأسا، فالتحريف عندهم كله معنوي. هاي جماعة. أنت شو تقول يا كشميري؟ يقول قلت يلزم على هذا المذهب أن يكون القرآن أيضا محرفا، فإن التحريف المعنوي غير قليل فيه، والذي تحقق عندي شارح البخاري أن التحريف فيه شنو ستريم؟ لفظي أيضا. هذا شارح منه؟ شارح صحيح البخاري. طيب الباري على صحيح البخاري. يعني ماذا أقول لك شيخ أحمد أنا اليوم؟ لكن الحمد لله أنا بعد كل الأزمة التي عشتها في هذا الموضوع في اللايف، بعد أن رأيت أنه في الآخر كتبنا بالآخر الموجودة بين أيدينا غير محرف القرآن. تصور لا يصبح القرآن محرف شيخ أحمد، أنا أغلق اللايفات وأقول السلام عليكم، أنا راجعة إلى فرنسا. ما عاد فيا. لا ست، أنا من أقرأ الكلام للسنة أنا فهمي شنو اللي أقصده. الله يرحم والديك، أصلح أفهمك شنو أقصد. أنت تقصد أن الذي قال بالتحريف هو في كتب السنة موجود. فهمت الموضوع شيخ. أما نحن نعتقد لا والله لا نعتقد. أما أننا موافقون لا والله غير موافقون. هذا قرآن علي أهل البيت. رسول الله يقول أنه رسول الله يعني أنا لم أرى يعني. طيب يمكن يقال الشيخ الفلاني تكلم الشيخ الفلاني، لكن أنا إلى الآن أرى أن المكتوب في كتبنا نحن. هذا لا شيء. فالحقيقة اليوم الذي لا يقرأ لي وله الرحمن. ست أنت تكلمتي مو تحملي. أنا مو تتحملي، أرد الموجودين يتحملون. شو اسمه هذا الكلام؟ إعراب القرآن المن أبي جعفر النحاس. ما أتوقع ما في أحد السعيد. ما في أحد ما يعرف النحاس. أبي جعفر النحاس من أكابر علماء أهل السنة في اللغة العربية. صفحة 924. راح أصدمك اليوم. مو أصدمك بس ستي، راح أصدم كل الموجودين من السلفيين. لا غير، لأنها مبتدأ ثم دخل عليها ألف الاستفهام. هي اللي شنو؟ أإذا متنا عفوا. أإذا فإذا في موضع النصب على الظرف ما لك علاقة بهذا الكلام مال الإعراب، ولا يجوز أن يعمل فيه لمبعوث، لأنه خلاف خبر إنه. يقول ويقال، خلي بالك وياي الآن. متنا الآية شنو تقول؟ أإذا متنا بالكسر صح ست؟ أإذا متنا صح بالكسر. شو يقول النحاس؟ يقول ويقال متنا بالضم وليس بالكسر. من قال مات يموت وهي فصيحة. متنا بالضم مو بالكسر فصيحة. طيب وإن قلنا متنا كما في القرآن، ومن قال متنا فهو على غير لغة، ويقال مات يمات وهو على فعل يفعل جاء شاذا.
بالضم فصيحة، بالكسر شاذ. بالقرآن بالكسر مو بالضم. يعني بالقرآن هاي فصيحة لو مو فصيحة؟ ليست بفصيحة. شاذة لو مو شاذة؟ شاذة. هذا كلام منو؟ كلام النحاس. اترك النحاس. النحاس مو حباب. نروح لأبي يعلى الفراء، أبي زكريا الفراء، العفو. شوفوا الجرأة على كتاب الله. معاني القرآن متوفى 207، أبي زكريا الفراء. شوف شو يقول، صفحة 183، الجزء الثاني أتوقع. أنا عندي هذا هو، بس خلي أقرأ لكم الجزء عشان نخلص. يقول التالي: وقوله إن هذان لساحران قد اختلف فيه القراء، قال بعضهم هو لحن. قرآن شنو فيه؟ شيخ أحمد اللحن يدخل في اللحن الجلي واللحن الخفي في التلاوة أيضا. أنا موافق في التلاوة مو بالرسم، ولكننا شوف شو يقول، ولكننا نمضي عليه لئلا نخالف الكتاب. يعني موجود بالقرآن مخالفة ولا لا؟ زين. طبعا يقرأ يكمل، يقول عن عائشة عن أبيها أنها سئلت لكن الراسخون في العلم ويقولون عن آية المائدة وقوله إن هذان لساحران. عن عائشة قالت: يا ابن أخي هذا كان شنو ست؟ اقري. لا أرى. خطأ من الكاتب. احنا قاعد نقرأ خطأ الكتاب في القرآن. أمنا عائشة تقول ترى مو واحد غريب، هاي أمامك هاي. وهو شنو؟ لحن. عجيب. الله يا رب يا الله. هذا همينا مو حباب. احنا نروح للزجاج. كافي. لا بس الزجاج والله حباب. ما راح اقول لك سيبويه ايش قال في كتابه الكتاب، لان كلام سيبويه طرقاعه. شرح هنا. اي كتاب هذا بمصيبه. هذا بعدين اقول لك وين المصدر. شرح يعني الجزء والصفحه. يتكلم عن ايه كريمه حول موسى. يقول في شرح جمل الزجاج ابن عصفور الاشبيلي متوفى 699، المجلد الاول، صفحه 224. هنا المصيبه هذه بهذا الكلام. يعني يلا شدوا الحزام. اقري لي قلبي مو الحزام، بس اقري لي بس هاي الكلمه. بعيد ما عندي نظارات شيخ احمد. يقول واقبح ما يكون ذلك بالجملة نحو قوله الجمل نحو قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم لها. اسمعي. ففصل بين مراد، هذا يتكلم عن المعطوف والمعطوف عليه، ويجوز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما ليس بأجنبي، فنقول قام زيد وعمرو، فنفصل بين زيد وعمر. وهذا يتكلم عن الفصل بين المعطوف لأنه ليس بأجنبي من الكلام، وذلك من قوله يعطي بيت شعر ففصل بين مراد وكذا. زين، هذا إذن صحيح. المو صحيح. وأقبح ما يكون ذلك من بالجمل نحو قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ليش؟ يقول ففصل بين أرجلكم وبين المعطوف عليه وهو وجوهكم. إذن القرآن شبيه؟ طيب، القصد من كلامي أختنا الفاضلة، لأن هم تكلموا عن موضوع تحريف القرآن ويقولون أن الشيعة هكذا. شفتي أنت الآن كلام الكشميري يقول التحريف لفظي. طيب هنا يقول أكل القرآن لحن، مو اللحن بالقراءة بل باللفظ. ويقول شنو كلام في القرآن شاذ، ويقول في القرآن كلام قبيح. الناس تحكم على ما يصل إلى آذانها وتستعمل الكلام الذي يصل إلى الآذان، ما تحقق. تستعمل الكلام الذي يصل إلى الآذان ويعني نص
نصف لو مو 90% من الذين يكتبون هكذا كلمات أنت كيف تسمحي بهذا هم أصلا هالكلام اللي كاتبينه ما عارفين حقيقته، ما بحثوا، ما قرأوا كتاب، ما قارنوا كتب، ما رجعوا الأشياء حقيقية مشان يقولون هذا الكلام. ولكن الذي أسعدني لأنه أنتم تعرفوا أنه لايف المرة الماضية اللي كان عن تحريف القرآن، أنت شيخ أحمد يمكن ما تعرف، أنا مرضت، أنا نمت ليلتها عندي حمى، لأن مو سهل الموضوع، بس الذي أراح قلبي أن الكتاب الذي بين أيدينا ليس محرف. لا غير هاي محاولات. يقول من يقول وليكتب ما كتبوا وليقول الذي يريد أن هذا الكلام، فبعد تحقيق وتدقيق الكتاب الذي بين أيدينا ليس محرف، وهذا الحمد لله يا رب. لأنه بيد علي سلام الله، ولا لو كان بيد البقية لا. لكن مصاحف كانت موجودة 70 مصحف، فكانت كلها فيها مشاكل. أمير المؤمنين لا، أنا أقاتل على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل. رسول الله قال له إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. عد السنة هذا. يقول فقال أبو بكر أنا يا رسول الله، قال لا. قال عمر أنا يا رسول الله، قال لا، ولكنه خاصف النعل. هذا حديث خاصف النعل. وكان في يد علي نعل يخصفها لرسول الله. أنت تعرف أنه أنا يعني أنا لا أستحي أن أقولها، أن معلومة أن الآيات هي ميراثنا من الإمام علي عليه السلام، بالرغم 17 سنة أدرس القرآن أنا لا أعرف هذه المعلومة. نعم منه لا أعرفها، واحتجت بعد كلامك أن أذهب وأفتح القرآن وأقرأ كل الصفحات التي في الخلف كلها من دون تفصيل، من دون تفريق، حتى وجدت الكلام وقد نشرته على التيك توك أن حقيقة المصحف بين أيدينا اليوم آياته التجميع شيء والترقيط شيء مضاف، لكن الأصل الذي هو صافي من البداية تحقيقه آياته من سيدنا علي. وهذا ليس كلام الشيعة، بل هذا في مصحفي أنا هناك من على لما نشرت المقطع يعني صورت الصفحة من القرآن ونشرتها قالوا لي أنت من أين أتيت بهذا؟ كثير على التيك توك. في مصاحفنا المصحف المدينة الذي هو مطبوع في المدينة المنورة، وجاء أحضرته لأمي هدية من العمرة. فحقيقة شيخ أحمد أنت لعلك تضحك. لا مو حقيقة شيخ أحمد لا أقول لك مصيبة، حتى علي أنا مصيبة أنني لا أعرف هذا الأمر. والعيب ليس لا في شيعة وفي سنة، العيب فيا أنا مو في أي شخص آخر، العيب في كل شخص هو لا يبحث ولا يعرف الحقيقة. أقدر أطلع الكلام مال عدد آيات القرآن الكريم هذا أروح أجيبه من كتب السنة، أقدر بالكتاب. يا علي على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. يلا إذن الكتابين يكفل. يا علي أكو بعد عندي كتابين أخريات ما يعرفون خالين، بس هاي الكتابين يكفل. يلا خل أقرأ لك. تفضلي. ذكر جملة عدد آي القرآن في قول الصحابة والتابعين. قول علي يقول عدد آيات في القول الكوفي 6200 آية و30، والعدد الذي رواه فلان وعن أبي حمزة الكسائي عن حمزة بن حبيب الزيات وأسنده علي بن أبي حمزة إلى علي بن أبي طالب. أبي يقول لا 6210. ابن مسعود يقول لا 6218. ابن عباس يقول لا 6216 آية. أنا مسويهن بترتيب حتى لا تدوخون. شوف أنا حتى كاتب عدد الجسمة. الإمام علي 6236،
أبي 6210، ابن مسعود 6228، ابن عباس 6212، عطاء 6277، وهكذا. هاي عدد آيات القرآن الكريم. هذا من أي كتاب؟ البيان في عدد آيات القرآن. ليه؟ ويمكن تقسيم الآيات. هسه التقسيم ماكو اشكال، المشكله مو في التقسيم، لا، المشكله في عدد شو اسمه، في عدد الحروف. انا كنت الكتاب ما جبته مال عدد الحروف. اذا طبعا اكو بعد اعتراف، هسه انا اطلع لكم اياه، بس اكو كتاب ما جاي القاه، ما اعرف وين خادم، بس لحظه حتى لا يدوخون يعني اهل السنه والجماعه، احنا محضرين لهم كل شيء، احبتنا عفوا السلفيه. والمشكلة يقولون ماكو دليل. والله عمي إذا ماكو دليل كل هذا. تاريخ القرآن الكريم، الدكتور محمد سالم محسن. كم عدد للآيات؟ وعلماء العدد المشهورين 7. عدد المدني الأول، مدني ثاني، مكي، بصري، دمشقي، حمصي. خوش. المدني الأول ما روي عن نافع، شقد؟ 6214. المدني الثاني وهو ما روي عن إسماعيل ابن كذا، 6214. العدد المكي عن عبد الله بن كثير، هم عدد آخر. عدد البصري، عدد الدمشقي، العدد الحمصي. نجينا العدد الكوفي، ما روي عن حمزة الزيات وسفيان بن عيينة عن علي بن أبي طالب عليه بواسطة الثقات. عدد آية القرآن 6236 آية. عدد وهي عدد آيات المصحف الشريف. هذا الذي وجدته مكتوب في آخر المصحف. هذا أمير المؤمنين، هذا مصحف أمير المؤمنين سلام الله عليه. البقية بس بعد عندهم ما عندهم شأنهم، احنا المهم عندنا علي عليه السلام، مع احترامنا لكل من تعتقدونهم، هاي شأنكم اخواننا الأفاضل، لكن نحن نعتقد بعلي عليه السلام ونحن صادقون، وما نقوله عندنا أدلة عليه.